السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله احوالكم تكون بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا اليوم في القناة. بالنسبة للوصفة ديال اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد التحلية بالاوريو وبالكراميل، كتجي كريمية وهائلة واقتصادية، يعني ما فيهاش المكونات بزاف، اي واحد يقدر يصايب بحال هاد التحلية. كنتمنى ان شاء الله باش تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير ونشوفوا التحليه ديالنا كيفاش غادي تكون. هنايا كما كتشوفوا معايا غادي نستعمل البسكوي ديال الاوريو. هنايا عندي مهم غادي ديروا من 10 حتى ل 12 قطعه ديال البسكوي. وهنايا عندي واحد الكريم ديسير ديال الكراميل، نتوما تقدروا ديروا اي نكهه كتفضلوا. مهم هنا اول حاجه غادي نبدا بها، غادي ناخذ هكا البسكوي ديالي، غادي نحلو هكا على جوج، وغادي نحاول باش نحيد هذيك الكريمه اللي عندي في الداخل، ومن بعد غادي تشوفوني اشنو غادي ندير بها. صافي غادي نبقى غدا بنفس الطريقه حتى غادي نكمل كاع الكميه اللي عندي ديال البسكوي. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما كملت غادي ندوز دابا باش غادي نطحن البسكوي ديالي. المهم انا بالنسبه للبسكوي ما غاديش نخليه مهرمش، يعني غادي نطحنو شويه، وانتوما لكم الاختيار الا بغيتو غير تهرمشو ولا بغيتو تطحنوه مزيان اللي بغيتو. المهم انا بغيت نطحنوه هكا شويه. صافي هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما طحنتو كنحصل على البسكوي ديالي بحال هكا، ومن بعد غادي ندوز باش غادي نضيف عليه هذا الكريم ديسير، جوج ديال المعالق كبار. مهم لكم الاختيار، بغيتو ديروا بحال هكا ديروا بحال هكا، الا بغيتو تضيفوا الزبده دايبه تقدروا تضيفوا غير الزبده، يعني جوج معالق كبار. ولكن حتى هذا الكريم ديسير ديال الكراميل مع البسكوي عطى واحد النكهه زوينه. صافي هنايا من بعد ما خلطت كلشي، هنايا غادي نجيب الكؤوس اللي غادي نقدم فيهم التحليه ديالي. مهم انا اختاريت هادو، وانتم راه تقدروا ديروا اي شكل يعني كيتوفر عندكم والشكل اللي كيعجبكم. صافي هنايا كما كتشوفوا معايا غادي نبدا نوضع في البسكوي ديالي بهذه الطريقه في الكؤوس. المهم حتى غادي نحصلوا على واحد الطبقه يعني اللي غادي تكون غير هكا رقيقه شويه. صافي من بعد ما غادي نكمل كاع الكؤوس ديالي في التمر، غادي نحاولوا اما نجيبوا شي كأس ولا اي حاجه. مهم انا اختاريت هادي غير باش نضغط هكا شويه على البسكوي ديالي كما كتشوفوا بهذه الطريقه. مهم غير باش منين نبغيو نديروا الكريمه ما يطلعش لينا هذاك البسكوي، داكشي علاش خصنا نثبتوه غير واحد شويه. صافي هنا غادي ندوز باش نقدم معكم المقادير ديال الكريمه. هنايا عندي نصف لتر ديال الحليب، وعندي واحد جوج ديال المعالق كبار ديال المايزينا اي النشا، وهنايا عندي واحد الفلو ديال النكهه ديال الكراميل. المهم هنا كان عندي ساشي ديال 54 غرام قسمته على جوج. صافي هنايا اول حاجه غادي ناخذ هكا واحد الكاسرونه غادي نوضع فيها الحليب، ومن بعد غادي نضيف عليه هذيك النشا اي المايزينا، وفي الاخير المهم غادي نحرك شويه حتى تذوب ليا هذيك المايزينا شويه مع الحليب. عاد من بعد غادي نضيف هذاك الفلون ديال الكراميل. صافي وغادي نخلط كل شيء مزيان. عاد غادي نوضعوا الكاسرونه ديالنا فوق النار. صافي هنايا كما كتشوفوا معايا خديت هكا غير واحد جوج ديال القطع ديال الاوريو، وغادي نحاول نفتتهم بحال هكا يعني بشكل عشوائي غير بيديا بحال هكا حتى غادي نكمل. صافي هنايا قبل ما نوجدوا التحليه ديالنا كنكونوا هكا نحطوا الكؤوس ديالنا هما الاولين، عاد نوجدوا الكريمه. صافي هنايا من بعد ما حطيت الكريمه ديالي فوق النار كنبقاو هكا نحركوا حتى كنحسوا بالخليط ديالنا بدا كيتقل لينا.
صافي. من بعد هنايا غادي نضيف هذيك الكريمه اللي حيدت من البسكويت معكم في الاول، غادي نضيفها على الخليط مع التحريك المستمر دائما. ومن بعد غادي نجيب هذاك البسكويت، هذوك جوج ديال القطع اللي فرتتهم معكم، وغادي نضيفهم حتى هما على التحليه. وهنايا في هذه الاثناء راح كنكونوا طفينا النار. صافي هنايا كنجيب الكريمه ديالي وكنبدا نصبها بهذه الطريقه فوق هذاك البسكويت. صافي غادي نبقى غادا عاود بنفس الطريقه حتى غادي نكمل كاع الكؤوس ديالي، غير هما نحاولوا ما نعمروش بزاف لحقاش باقي غادي نزيدوا واحد الطبقه. صافي هنايا من بعد ما غادي نكمل الكؤوس ديالي كاملين غادي نخليو على التحليه ديالنا حتى تدفى لينا واحد شويه، يعني ما ندخلوش للثلاجه وهي سخونه بزاف، وداك الساعه عاد غادي ندخلوها للثلاجه تشد في راسها. ودابا غادي ندوزو باش نعطيكم المقادير ديال الطبقه الثانيه. هنا كما كتشوفوا معايا بالنسبه للحليب عندي كاس ونص، عندي واحد المعلقه كبيره ديال المايزينا، معلقه كبيره ديال الكاكاو امير، وهنايا عندي غير واحد المعلقه كبيره ما عامراش ديال السكر سنيده، وعندي 40 غرام ديال الشكلاط الاسود. صافي هنايا عاود غادي ناخذ كاسرونه غادي نوضع فيها الحليب وغادي نضيف السكر. مهم انا السكر يعني على حسب الذوق، مهم ما كثرتش يعني معلقه كبيره ما عامراش. وغادي نضيف المايزينا اي النشا، ومن بعد غادي نضيف الكاكاو وغادي نحرك مزيان. المهم هنايا تتحركوا مزيان تذوب لكم هذيك المايزينا مع الحليب، عاد ضيفوا الكاكاو باش تجيكم يعني طريقه سهله ملي تبغيو تخلطوا الخليط ديالكم. صافي من بعد غادي نوضع كل شيء فوق النار. هنا كما كتشوفوا معايا ها هو الخليط ديالي بدا كيعقد ليا. ودابا غادي نضيف هذاك الشكلاط الاسود، وهنايا في هذه الاثناء كنحاولوا نطفيو النار وغادي نبداو نحركوا هكا حتى يذوب لينا هذاك الشكلاط ديالنا. صافي من بعد كنخرجوا الكؤوس ديالنا من الثلاجه من بعد ما شدت لينا مزيان يعني الكريمه، وغادي نبدا نوضع في الطبقه الثانيه بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا في الصوره. صافي غادي نبقى غادا بنفس الطريقه حتى غادي نعمر جميع الكؤوس اللي عندي. صافي وهنايا من بعد ما عمرت الكؤوس ديالي غادي نجيبو عاود البسكويت ديال اوريو، كل قطعه غادي نحاولوا نقسموها على جوج بحال هكا، وغادي نزينو به من الفوق. والتزيين كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد، تقدروا تزينوا هكا، تقدروا تاخذوا اوريو وتطحنوه شي شويه وتزينوا به من الفوق. صافي غادي نبقى غادا بنفس الطريقه حتى غادي نحط هذوك القطع ديال البسكويت فوق الكؤوس ديالي، ومن بعد غادي ندخل التحليه ديالي للثلاجه حتى تشد في راسها، وعاد غادي نخرجها. وهنايا كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا ديال اليوم اللي درت معكم بالاوريو وبالكراميل. صراحه كتجي تحليه هائله بزاف وكتجي كريميه، وكما كتشوفوا معايا يعني اقتصاديه وما فيهاش المقادير بزاف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ولا عجبكم لا فيديو ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم ومن التعليق الزوينه بحالكم، هذا فضلا وليس امرا. دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم، الى الفيديو المقبل باذن الله. باي باي.